يا محمد. كابتن مدحت مسرور، طبعا تحياتي للكابتن ابراهيم يوسف، كابتن مصطفى يونس، كابتن ماجد عبد الغني. اهلا بيك يا محمد. الله يخليك يا محمد، كنت رائع يا محمد، كنت رائع. يعني طبعا اكيد مش هكلمك فنيا في يوم زي ده، لكن حابب تقول ايه النهارده لجماهير الكره المصريه يا محمد؟ قال لهم طبعا انا يعني مبسوط زيكم بالظبط ان النشاط الرياضي ابتدى يرجع تاني تدريجيا، ومباراه زي مباراه النادي الاهلي ويمضي في نهائي السوبر. اعتقد ان اصحاب الفكر والعقل والناس اللي هي بتفكر والناس اللي هي متعلمه كويس اكيد ما ينفعش ان احنا نربط محاكمات في محكمه هتاخد وقت فيها ناس اعتقد ان الحكم عليهم هيبقى بالاعدام، جنب ان انت تتوقف نشاط رياضي 5 مليون فرد مع اسرهم متعطلين بقى لهم 3 4 اشهر علشان ده رزق ليهم ولاولادهم، ونتوقف كلنا ونستنى محاكمات. اعتقد كنا احنا بقى لازم مصر كلها تقف نستنى حسني مبارك عما يتحاكم، وبعد كده نبتدي نشتغل والسياحه تشتغل ونعمل مجلس شعب ويبقى في رئيس وزراء وفي وزراء وفي سفراء. اعتقد ان احنا ما استنيناش جنب المحاكمات بتاعت رئيس الجمهوريه، كان البلد كلها ابتدت تشتغل وابتدى يبقى في مجلس شعب وفي انتخابات، وهو ده اللي لازم يحصل دي جنب دي. احنا اعتقد ان عوده نشاط من عدمه مش هو ده الضغط على القاضي او على المحكمه ان هي تحكم في قضيه كبيره زي ديت. احنا بنقول ارطس احنا معاكم كلاعبين، فزي ما ساندناكم في الموقف اللي حصل وكلنا اتاثرنا كلنا لنا مشاعر، ولا احنا ولا انتم هنبقى متاثرين اكتر من اهالي الشهداء، لان هم دول الاب والام اللي ولدت واللي ربت واللي هي كانت عاوزه لابنها مستقبل. اعتقد ان ربنا يبقى معاهم، احنا معاهم واحنا في ظهرهم ان شاء الله لحد ما ياخدوا عدل ربنا باذن الله. مش عاوزين نربط دي بدي، مش عاوزين المشاعر او كل واحد يتكلم باسم الشهداء وباسم الارطس ان هو النشاط الرياضي لو اتلعب يبقى ما حدش هياخد حقه. مش هو ده، ومش بالعافيه ولا بالفتوانه ولا بالدراع. اعتقد ان بالعقل وفي دوله قانون وفي رئيس جمهوريه وفي قرار بيطلع ان عوده النشاط الرياضي في اسباب كتيره جدا. قد ايه العالم كله النهارده او الدول العربيه والافريقيه مستنيه المباراه دي هتتلعب ولا مش هتتلعب، مصر فيها امان ولا ما فيهاش امان، فيها ناس تقدر تعمل قرارات ضد رئيس الجمهوريه وضد الحكومه وضد الشرطه وضد الجيش وضد كل حاجه. اعتقد ان الماتش النهارده بعيد عن الكاس مين كسب مين اللي ادى فنيات، عودته عوده تدريجيه ان شاء الله للنشاط الرياضي الفتره الجايه. وزي ما بنقول احنا كلاعيبه انبي ولاعيبه مصر كلها نتمنى ان النشاط يرجع، ونتمنى في نفس الوقت ان شاء الله ان كل واحد من اهالي الشهداء حاسس ان ابنه راح حضر في موقعات بورسعيد ان ربنا يرجع له تاني حقه وياخد حقه من الفاعل الحقيقي اللي عمل الجريمه دي. أنا بشكرك يا محمد، وخصوصا أن أنت كنت من شباب ثورة 25 يناير من ميدان التحرير، وعندك الإدراك والإحساس الكامل بكل كلمة بتقولها. أشكرك.